بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لكم العيش الابيض، عيش الافران او عيش السندوتشات او زي ما تسموه، باسهل وابسط طريقه، مفيش اسهل من كده. دول 2 كيلو دقيق او الكميه اللي انت عايزاها. دول 2 كيلو دقيق او كيلو دقيق او نص كيلو، جربي في الكميه اللي تريحك. ودي ميه دافيه، مش ده فتره يعني عشان خاطر الجو ده يبرد. ده ايه، حتة خميرة بيرة كده عشان هي بتخلي العيش طعمه جميل وريحته حلوة. وحاطة الملح في المية اهو، لسه في المية كمان ما دابش اهو. ودولت شوية سكر صغيرين عشان خاطر بيدي طراوة للعيش، وبيدي في نفس اللحظة برضو بيدي لون احمر كده حلو للعيش. وده هتحط نص كوباية زيت في الاخر، هتلم العجينة بشوية زيت في الاخر بس. ونبدأ مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكب المية. بسم الله. المية دي فيها ملح، وادي السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الخميرة. ندوب كل ده مع بعضه. شوية زيت برضه كده حلوين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نبدأ العجن مع بعض. كده دخلنا كل المكونات في بعضها. بصوا يا حبايبي، وصلنا للمرحلة دي. دخلت المكونات كلها ببعضها اهي. بدأت العجينة تلم، بس لسه عايزينها بتاع ربع ساعة كده لت وعجن. لت كده اهو. اللي ايدي مية كده بس. تلم كده. بصوا حبايبي، بدأت تلم اهي. نفرد تاني كده. متنسوش بقى تحطوا لايك وشير، تتفاعلوا معايا عشان محدش بيتفاعل بفيديوهاتي. بس لسه ايه مفتحه، انا عايزه كل الفتوحات دي تختفي. نجيب شغل هنا بس. 10 دقايق كده ونرجع نوريها لكم تاني. يلا حبايبي، وصلنا المرحله النهائيه اهي. ما شاء الله تبارك الله. كده خلاص. نعمة العجينه معايا دي طالعه نضيفه خالص اهي. طبق كمان اهو. بسيطه خالص اهي. عجينه لابسه اهي، في نفس الوقت ناعمه وطريه اهي. ما شاء الله تبارك الله. اهي وصلنا لاخر مرحله اهي. خلاص نلمها بقى كده خلاص. زي الفل اهي. ما شاء الله تبارك الله. بس نغطيها بستريتش او بكيسه بلاستيك او باللي عندك كله، فوطه، وفي مكان دافي. هتاخد لها من ساعه الا ربع ساعه، ونلتقي بعد ما تخمر ان شاء الله. ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. خمر اهو. الحاجات ديت بس كانت لازقه في الكيسه، ما فيهوش اي حاجه يعني عادي. هنبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقطع معانا. بسم الله، مش هنضيع خمر ولا بتاع. هو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر عليه اهو. الكرة دي حلوة كده، تطلع رغيف عسل.
الحجم بقى يرجع لك انت، قد البيضة الكبيرة، قد البرتقانة الصغيرة، زي ما انت عايزة رغيف العيش. يلا حبايبي كده مع بعض، خلصت تقريص اهو، قرصت كله. هنسيبه بس 10 دقايق كده يرفع، يعني الاولاني بدأ يرفع اهو، يرفع يعني عشان تعرفي تفرديه، ونرجع لكم تاني ولما نفرده مع بعض. نبدأ مع بعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي رفعت هنغطيه كده بالكيس عشان ما يشرفتش وشه. نبدأ كده. هيتكلم بوتر قلبي. فردت كده كام واحدة عشان ايه يرفع كويس. هنوصل مع بعض بقى ايه المرحلة النهائية كده. حلو السمك ده 1 سنتي، تمام كده. على اي حاجة عندك كده خشب مدهونة دقيق، وناخد واحدة ايه ماشي معاكي بسرعة. لما تفردي نص فردة كده هتلاقي الرغيف ان شاء الله ماشي معاكي بسرعة. نقطع الخروف رأيكم تحفة. كده اهو، رأيكم الله اكبر عليه. هنخلص كل الكمية ونغطيه مع بعض كويس، ويدوب نولع الفرن ونرجع لكم وانا بنولع الفرن. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخبز العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا جماعة الفرنة بتاعتي صغيرة بس، اعذروني بقى. ملكم الله الله ما شاء الله تبارك الله. الله 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 ما شاء الله. متنسوش بقى اللايك. ايه رأيكم؟ شفتوا بقى العيش بتاعي، ايه رأيكم فيه؟ بالله عليكم يستحق التجربة ولا لا يستحق؟ شوف الحمار بتاع وشه، شوف من تحت عامل ازاي ومنتهى الجمال. ايه رأيكم؟ يلا جربوا بقى واعملوا لي لايك وشير. بصوا بقى ايه رأيكم في العيش بتاعي؟ ملبن اهو ما شاء الله تبارك الله، احلى من بتاع الفرن اللي بره 1000 مليون مرة. ما تنسوش بقى تعملوا له لايك وشير، وتدوني اعجابات كتيره كتيره كتيره، وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وتجربوا وصفاتي، وتشتركوا في قناتي عشان انا زعلانه منكم. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.